المسلمين في كل أقطار الأرض. عنوانها: يا أمة الإسلام، ماذا أقول لأمة مالت بها سنة الكرى والموجعات تجوب؟ يا قوم هيا للجهاد فدونكم للنصر باب موصد ومغيب. يا أمة الإسلام، لا تبغونها عوجا فقد حل الهوان ضروب. ما بال شمس المسلمين كايبة والأرض مادت قد غشاها شحوب. هيا إلى الأقصى الجريح فقدسنا صرخت وقالت سترنا مغصوب. غابت ضمائر أمتي وتبدلت أحوالهم فمعرة وحروب. فكأنما التطبيع أمسى سلعة بيد العروبة والنضال معيب. بل شرعة التركيع صارت بينهم سمة وأما فالعدو حبيب. لن يهن منكم معتد متخاذل يوما وأما حتفهم فقريب. جبنوا فقالوا لا نريد خصومة رجعوا وفيهم رعشة ودبيب. فعموا وصموا ويحهم ونجيبهم هانوا فعمت بالديار كروب. هن على الأعداء حتى حين تنكبوا صرنا سبايا والصديق غريب. ما بالهم يوم اللقاء تنكبوا جبنا وكل حاله مرعوب. وبغزة الأحرار هبت أمة قامت وضحوا ما بهم تثريب. وهناك في البيداء شعب صابر رغم العذاب فكلهم أيوب. هاماتهم عند النزال أبية ما همهم نصب ولا تعذيب. من مات منهم للجنان مآله وعد بأسباب السماء مكتوب. من نال في يوم النزال شهادة فوز بإحدى الحسنيين يثوب. أبناء غزة لا مثيل لصبرهم ما همهم حزن ولا تتبيب. شبوا لظلم ثبتوا لظلم المعتدين ففوتوا بسلاح بطش جله ترهيب. أشلاهم بين الركام تمزقت إربا ورب العالمين رقيب. قد ننسى أطفال الحجارة عنوة حين وأما فعلهم محسوب. ها هم بنو صهيون رغم علوهم غلبوا وغلب الظالمين رهيب. فالغرب أوغل في الجرائم كلها لم يخل منها شمال وجنوب. صبرا بني أمي فغزة طهرت من رجسهم وغدا المزار قريب. فامضوا لنعش الغادرين ودثروا جثمان حب لليهود حبيب. جثمان من ذلوا فتلك بيوتهم ضاقت وبيت المعتدين رحيب. جثمان من ذلوا فتلك بيوتهم ضاقت وبيت المعتدين رحيب. والسلام عليكم.